بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الكرام، أزول في اللون. كنتمنى دائما تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم في هذا البث إخواني الكرام، مرحبا بالجميع إخوة وأخوات، وشكرا لكم دائما على التفاعل في البداية ديال الحلقة وكتبارطاجيو قبل ما كنبداو. هادشي كيحمي القناة. شكرا للإخوان اللي واخدين اش كيقولوا لها الكلامونيت وكيحميو البث، شكرا من القلب. وفي هذه الحلقة عندنا الكوميديا، شي شوية ديال الكوميديا، ضروري من الكوميديا، فيها شوية ديال الدراما، ولكن فيها بزاف ديال الكلاخ ديال النظام العسكري الجزائري اللي خصنا دائما نفضحوه باش نعرفوا اننا ما كنتعاملوش مع ناس عاديين. فضيحه ديال سميتو بعدا طرق عليك الدراسو، الفضيحه ديال تصريحات ديال صبري بوغادوم. اخواني الكرام، السفير الجزائري في واشنطن دابا راه دايره واحد قنبله في مواقع التواصل الاجتماعي، لانه بغى يقوم بواحد الدور اللي ما عندش الجزائر وما عمره كان عند الجزائر. ومساله ديال سرقه التاريخ ومساله ديال سرقه كل ما هو مغربي، كان داكشي على المباشر. تخيلوا معايا اخواني الكرام، من سفير الجزائر في واشنطن ومع مع امريكان، ولكن ديك الساعه خدا الجواب ديالو. وهذا الشيء غادي نشوفوه ان شاء الله في فيديو كوميدي غادي يعجبكم، وكذلك تصريحات خطيره قام بها وقالها غادي نوضحوها في هذه الحلقه. في هذه الحلقه كذلك اخواني الكرام اللي مهمه، غادي نشوفوا رأفت الهجان الجزائري كيفاش هادشي. سميتو مسعود، وهذا السيد هذا نقد رأفت الهجان، ولكن كاينه واحد الحاجه مهمه بزاف غادي نضحكوا عليها بزاف، وغادي تبين لنا بانه هادو ناس ماشي عاديين. الابواق والازلام ديال النظام ماشي ناس عاديين. كذلك في هذه الحلقه اخواني الكرام غادي نشوفوا، غنمشيو للمسكي ونعرفوا كيفاش أنه كاين هناك مغرب 2035 بحال المشروع السعودي 2030. كاين 2035 اللي ما يمكن ليه إلا يخلق الرعب عند الأعداء المباشرين ديال المغرب. بطبيعة الحال هنا كنهضروا على النظام العسكري الجزائري اللي كيعتبرنا عدو كلاسيكي. نقدروا نقولوا أن المغرب في 2035 إن شاء الله غادي يقود إفريقيا بالأرقام، بالمعطيات الحقيقية، وبدراسة دارتها أخصائية وأخصائيين وأخصائية مغاربة إخواني الكرام، وأخصائية مغربية اللي كتدرس في أرقى المعاهد الأمريكية. قبل ما نبداو إخواني الكرام كما قلنا، شكرا للإخوان اللي كيحميوا البث. مرحبا بالجميع. شاركوا الحلقة دابا، شاركوا البث باش يتبروتيجا وتحمى القناه، لانه مهمه، لانه كان كما درت لكم في التعليق مساله ديال التبليغات اخواني الكرام اللي كتهرس القناه. الحاجه المشكله اللي كنواجه انا شخصيا هو الاشعارات ما كيوصلوش. فراه بزاف الناس كيتشكاو ليا كيقول لي راه ما كيوصلناش الاشعار. راه ما كيوصلش الاشعار لانه كيكون تبليغ على القناه. باش كنحميو القناه كنبارطاجيو، كنشاركوا المحتوى، كنديروا لايك في الفيديو، والتعاليق كتبقاو بحال دابا ما حد البث خدام وانتم كتكتبوا التعليقات بحال هكا، راه كتحميو القناه. انا ما كنبقاش نردد هذا الشيء، ولكن نتوما بالخبره ديالكم لانكم كتفرجوا في حلقات اليوتيوب كتوليو كتعرفوا هذا الشيء، فخص يكون هذا الشيء تلقائي. نبداو اخواني الكرام على بركه الله. اولا الحاجه الاولى اللي غادي نبدا بها هي موريتانيا كتستقبل وفد عسكري من البوليزاريو، وهنا ما يمكن لنا نقولوا الا هناك واحد النوع ديال استمرار الضغط الجزائري. كنا كنتذكروا اغلاق معبر البريكه، ماشي كنا فرحنا، ولكن كنا قلنا بانه هناك واحد النظره استراتيجيه بالنسبه للولد الغزواني اللي انا شخصيا كنكن ليه واحد الاحترام كبير، لانه كنعرف الضغوطات اللي كتمارس عليه، كنعرف المشاكل اللي عنده داخليه. احتراماتي للسيد ولد الغزواني، وغدا غندير عليك حلقه ان شاء الله وبكل احترام وكل افتخار بداكشي اللي كتقوم به تحت الطاوله. انا عارف احتراماتي سيد الرئيس، غادي ندير عليك حلقه غنستفز شي شويه الموريتانيين، ولكن انا عارف بان الخدمه اللي كدير انت السيد الغزواني ايجابيه. المشكل ما عندكش مع المغرب، المشكل عندك في ديك الانفصاليه اللي عندك في الداخل والاجندات اللي كاينه اللي كتحاول تنقلب عليك. وانا كنتذكر ملي وقع لك هذاك المشكل والاغتيال ديال الشهيد الحارس الشخصي الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار،
كنتي جيتي وبدلتي جميع القاده العسكريين وخصوصا المدارس العسكريه اللي كان زارها شنقريحه. فانا كنعرف الخدمه اللي كدير، ما خافياش عليا، وعارف بانك انت دابا في واحد الامتحان صعب وان شاء الله غتخرج منه، لانني عارف بانه كاين هناك واحد الشراكه استراتيجيه اللي غادي تبدل بزاف د الحوايج مع المغرب اللي تبرمات والسيبوريطه كان شاد عليها في الايام السابقه، للاسف ما قدرناش اننا نتكلموا عليها. انتظروا الموضوع ديال غدا اخواني الكرام بالنسبه وتفاعلوا معنا، وفيما نقولوا شي موضوع تفاعلوا اخواني الكرام باش اولا كتحميوا البث، ثانيا كيكون واحد التفاعل اللي كيبين للروبوت، لانه الروبوت هو اللي كيسير اليوتيوب كيبين ليه بان راه الفيديو كيثير الانتباه والاعجاب ديال الناس، بحال هكا حتى هو كيبقى يعطيه للناس يتفرجوا فيه وكيطلع البث. فإلا شفتوا دابا المشاهدين كيكونوا 300 ولا 200 ولا 400 راه غتشوفوا قد ما نتوما كديروا التعاليق قد ما المؤشر كيطلع. راه مساله روبوتيك، راه ماشي انا اللي كنتحكم في هذا الشيء، نتوما اخواني الكرام اللي كتحكموا في هذا الشيء. دابا ندخلوا شي شويه ديال الكوميديا مع تصريحات بوغادو. اولا غادي نوريكم واحد الفيديو قبل ما نشوفوا التصريحات الخطيره. سمعوا بوغادو اش كيقول بالانجليزيه ومن بعد غادي نرجعوا. While I insist on that, we're the first to have signed a treaty with the Americans, 1795. So people tend to forget that we had a great relationship in the past. هنا غادي يقول بوغادو والله الا لا مخيات هاد الناس. قال ب 1795، سمعوا التاريخ اخواني الكرام، 1795. حنا كنا كنعرفوا 1962. ملي كتقول الجزائر كتقول 1962. يا كذبت؟ لا ما كذبتش. هو قال 1795. اش كان في 1795؟ اش قال كنا وقعنا واحد المعاهده مع الولايات المتحده الامريكيه، وهذا الشيء كيعني اننا كنا دائما العلاقات ديالنا مزيانه. بارك الخرطي قاعد عليه بالخرطي، ولكن شوفوا الامريكاني. انا نعاود لكم بعد اش قال. While I insist on that, we're the first to have signed a treaty with the Americans, 1795. So people tend to forget that we had a great relationship in the past. Even during the colonization, we were trying to attack their ships, as you know, in Libya. But so North Africa is significant. Morocco is the first country to recognize everything. وما بقيناش حنا كنجاوبوا. تفاعلوا الاخوه، تفاعلوا. ما بقيناش حنا كنجاوبوا، ولا امريكا اللي كتجاوب. قال لي راه كانوا كيهاجموا العثمانيين. قال لي الاسطول الامريكاني، وحنا كنا كنعرفوا ديك الوقيته كانوا قراصنه عثمانيين كيهاجموا الاسطول الامريكي. قال لي في شمال افريقيا ديك الوقيته راه المغرب هي اول بلد اعترف بالولايات المتحده الامريكيه. نعاودوا نسمعوا اخواني الكرام ونديروا واحد التعليق بسيط وندوزوا لحاجه اخرى اهم. I insist on that. We're the first to have signed a treaty with the Americans, 1795. So people tend to forget that we had a great relationship in the past. Even during the colonization, we were trying to attack their ships, as you know, in Libya. But so North Africa is significant. Morocco is the first country to recognize them, I think, officially. We recognize because you started discussing with them. دابا اخواني الكرام، قبل ما نمشيو للفيديو الكوميدي الثاني عاد ندخلوا ل 2035 والمخطط الكبير اللي غادي يكون ديال المغرب ان شاء الله، اللي غيبدل المغرب بواحد الشكل كبير وغادي يجعله قائد في المنطقه، بل بيفو في المنطقه. هو ان هاد بغيت نقول هاد البشر، ولكن ما لقيتش شي تسميه صراحه اللي ماشي بنادم وجهه صحيح، وحتى بنادم باغي يعيش واحد الحياه ماشي ديالو. وتخيلوا ان هاد الشيء كيجي من راس الهرم، وعاد القاعده كتوافق. راه مصيبه، راه اخواني الكرام، راه الكلمه اللي قال الحسن الثاني الله يرحمه، ليعلم الناس مع من حشرنا الله في الجبال، راه ما يمكنش تلقى ابلغ منها. راه هاد خياتي هادو راه هذا جفاف، هذا راه ما كيحشمش. وتخيلوا انه كيمرمد الكرامه ديال بلادو في بلاطو
امريكي امام مسؤولين امريكيين امام صحفي امريكي اللي كيبهدلو كيقول لي داك الشيء اللي كتقول كله راه خرطي، وراه المغرب هو اول من اعترف بالولايات المتحده الامريكيه، وراه نتوما كنتوا عباره على عثمانيين، وكان اسطول العثماني كيهاجم السفن الامريكيه. بالعكس كانت بيناتنا عداوه حتى الا بغيتي انت دير راسك كنتي، حتى الا بغيتي دير راسك كنتي باش تعرفوه مكلخ. علاش قلت لكم البارح يفعلوا الجاهل بنفسه ما الا يفعل العدو به. حتى الا كنتي انت زعما بغيتي تنسب 1795 ليك وتقول بانه كانت الجزائر في حين ان الجزائر ما كانش، كانوا البايات وكانوا التايات وكانوا العثمانيين هما اللي مسيطرين على الاوضاع، وانت كنتي تابع فقط، كنتي مجموعه ديال عباد الله تابعين، ما كانت لا دوله لا رئيس. شكون كان الرئيس ديالك في 1795؟ بن قرينه. شكون كان الرئيس ديالك؟ شنقريحه، ولد شنقريحه، شكون كان؟ شكون؟ والغباء اخواني الكرام باش نفهموا هاد الناس هادو، والغباء هو ديال حتى الا كنتي راه كان عداء ما بين الولايات المتحده الامريكيه والعثمانيين، وكانوا كيضربوا لهم الاساطير ديالهم. يعني الغباء وقسوحيه الوجه والكذوب. كاين اللي غادي يقول لي وا زدتي فيها فيصل، راه هاد الناس هادو راه طبيعيين وكيحاولوا انهم يدافعوا على راسهم والمصالح الجيوبوليتيقيه ديالهم. غادي نقول لكم شوفوا، راه كيقول لك باك مالو طاح، وانا هذا المثل ديما كنستعملو، كيقول لي راه من الخيمه خرج ميل. كيفاش من الخيمه خرج ميل؟ حنا غادي نسمعوا دابا رأفت الهجان. بغيت اخواني الكرام قبل ما قبل ما نوريكم هذا الفيديو، ياك كتبارطاجيو بعدا، بارطاجيو الله يجازيكم بخير، باش نحاولوا اننا البث يكون عنده قيمه، يكونوا كيشاهدوه اكثر من 2000 ولا 3000 واحد. قبل ما ندخلوا دابا لرأفت الهجان ونضحكوا شي شويه، واش الله يثبتنا على الشهاده، نسيت الاسم اللي بغيت نذكر لكم، بعدا نلقى لكم الفيديو باش ما يتوضرش ليا، غادي نموتوا بالضحك اخواني الكرام، باش تعرفوا انه راه مدرسه وحده، هاد المدرسه ديال الكلاخ فهي معممه، ما تقدروش تقولوا لي ان هاد المدرسه هادي ما فيهاش واحد النوع ديال التعميم. ماشي انت دابا التيك توك هذا كتمشي الفيديو تخرج لك فيديو اخر بلاتي. ها سمعوا بلاتي. بغيتكم اخواني الكرام الله يجزيكم بخير، قبل ما تسمعوا هذا الشيء راه باقي غادي نرجع لكم من بوغادوم، لانه قال واحد التصريحات خطيره راه مشات ليا دابا، لكن نوري نضحكوا شي شويه بعدا. بغيتكم اخواني الكرام تركزوا مع الكلام اللي غادي يقول، باش ملي تسالي الحلقه الفيديو راه فيه غير شي 40 ثانيه بحال هكاك، تشوفوا واش هاد خينا نيت منطقي في هادشي اللي تيقول، وحنا نعتبروا ان هاد الجاسوس هذا ولا هاد البطل الجزائري كاين، الا تبعنا الكلام ديال هذا راه فرا خرطي في خرطي. سمعوا. مسعود فين مشيت؟ مشكله هذه مع هذا التيك توك هذا. مسعود رمز وبطل رأفت الهجان في مصر. مسعود رمز وبطل رأفت الهجان. هذا السيد هذا سميتو مسعود زقار، اللي كيعاود زعما على شي بطل كان جزائري سميتو سعود زقار. مسعود رمز وبطل رأفت الهجان في مصر، شخصيه وهميه داروا لها مسلسل تاع 30 حلقه. حنا عندنا هو ركزوا على هذا رأفت الهجان، سمعتوش؟ قال رأفت الهجان شخصيه وهميه عملوا لها 30 حلقه. عقلوا الله يجازيكم بخير ما تعذبونيش. قال رأفت الهجان شخصيه وهميه عملوا عليها 30 حلقه. وسمعوا شي يقول. سمعوا. مسعود رمز وبطل رأفت الهجان في مصر، شخصيه وهميه داروا لها مسلسل تاع 30 حلقه. احنا عندنا هو خير من رأفت الهجان، بالعكس هناك روايات تروي كيف مسعود انقذ رأفت الهجان في قبرص، كان عاد يتم عمليه اغتياله من الذكاء تاع مسعود زكار. نعم، ونتمنى ان مسعود زكار يجسد يعني في اعمال سينمائيه وروائيه واوبرات. مسعود زكار
يعني شخصية مسعود رمز وبطل. رأفت الهجان في مصر شخصية وهمية داروا لها مسلسل تاع 30 حلقة. احنا عندنا هو خير من رأفت الهجان، بالعكس هناك روايات تروي كيف مسعود أنقذ رأفت الهجان في قبرص، كان عاد يتم عملية اغتيال من نرغي يسكتوا لي القلب هذا. واش دابا فهمتوا علاش بوغادوم قال الميريكاني قال لي راه حنايا وقعنا معكم واحد المعاهده في 1795. عرفتي هذا اش قال هاد مسعود هذا مسكوب هذا مسعود قال لك بطل اكثر من رأفت الهجان، ورأفت الهجان راه غير واحد الشخصيه وهميه داروا عليها 30 حلقه. وكاين روايات كتقول بانه هذا مسعود هذا راه نقد رأفت الهجان في قبرص. غادي تقولوا لي ومن بعد غادي نقول لكم راه قال بانه رأفت الهجان شخصيه وهميه، وانت كيفاش هذا مسعود اللي هو بطل نقد شخصيه وهميه في قبرص؟ واخو واش دابا غير واش هاد الناس هادو واش كيعرفوا واش كيقولوا، ولا كيفلت لهم المنطق ملي كيقولوا ثلاثه الكلمات مورا ثلاثه الكلمات كيمشي المنطق وكيدخلوا لواحد المجال ثاني، كيدخلوا لواحد لوطخ ديمونسيون. عندهم الهضره ديالهم التفكير ديالهم فيه دي ديمونسيون، كيدخل ديمونسيون كيقول لك جوج كلمات ثلاثه كيدخل ديمونسيون كينسى داكشي اللي قال. هادشي راه ماشي منطقي اخواني الكرام. راه داكشي علاش كنقول لكم راه ما كنتعاملوش مع ناس طبيعيين. راه بنادم شوفوا تصنتوا ليا وما تنساوش اخواني الكرام ديروا البارطاج، وشكرا للاخوان اللي كيسهروا على البث، اصدقائي اصحاب الكلامونات شكرا. راه اللي كيخلق البوليزاريو واللي كيمولو 50 سنه واللي كيظن انه مساله جيوسياسيه مساله نفوذ، وانه كيحاول بهذه الطريقه ما يخليش المغرب يهيمن، راه اللي كيفكر بهذه الطريقه اخواني الكرام راه المصير ديالو هو مزبله التاريخ. راه باش تكون كتفكر بحال هكا راه خصك تكون كتهضر على مسعود بحال هكا. يعني السياسه الجزائريه اللي ما فيها لا استباقيه لا استراتيجيه لا حتى حاجه هي عباره عن مسعود اللي نقد رأفت الهجان. اللي رأفت الهجان هو واحد المسلسل وهمي من واحد الحكايه خرافيه حسب الهضره ديالو هو. يعني كل شيء خرطي في خرطي، يعني التفكير ديالهم خرطي، الاستراتيجيه ديالهم خرطي، السياسه ديالهم خرطي، الرئيس ديالهم خرطي، كل شيء عندهم خرطي وتخربق. والمغرب المشكل الوحيد ديالو اللي كان، وغادي نصر على اخواني الكرام، ماشي هو الجزائر، هو الدور الوظيفي ديال الجزائر، ولكن هي القوه الاستعماريه. داك الشيء علاش المغرب ملي بغى يتقاتلوا ملي بغى يحرر راسو تقاتل مع فرنسا وتقاتل مع المانيا وتقاتل مع اسبانيا، وحنا باقيين واخدين المعركه. راه دابا كاين احزاب اخواني الكرام في اسبانيا، مثلا حزب البي بي وحزب داك اش كيقولوا ليه ماشي بوديموس سومار، لحد الان باركين كيديروا لنا لعيبات باش كيقولوا كيحاصروا الحكومه ديال سانشيز البيساوي، كيقولوا ليه رجع على القرار ديالك وما تبقاش تدعم المغرب في مغربيه الصحراء، وفاتكم القطار حتى نتوما المغرب غلبكم تقدروش. واش غتساندوا البوليزاريو توقفوا حتى نتوما ضد العالم؟ اسبانيا ماشي قوه عظمى. فهنا فين كنقول لكم اخواني الكرام راه مساله ديال الغباء كنقولوها كلمه، ولكن المغرب ما عمره كان كيتعامل مع هذا الغباء. المغرب دائما كان المشكل ديالو هو البلدان القويه اللي كانت كتستغل الجزائر في الدور الوظيفي ديالها. اما المغرب راه ما يعقلش على الجزائر، راه بالبترول ديالها بالغاز ديالها بالفلوس ديالها بكل شيء ديالها. المغرب الخصم ديالو الحقيقي راه ما جايش من الشرق، نو، جاي من الشمال. والذكاء ديال المغرب هي في ديال تعدد الشراكات وديال التوجه للجنوب، وبزاف ديال المسائل دار المغرب، وفتح ممرات السواحل المملكه. وهنا كنهضروا على الاطلسي، راه هي خطه متكامله غادي ندخلوها في 2035 ان شاء الله. والبروجي اللي غادي نقول لكم كاين واحد التصريحات قالها بوغادوم خطيره اخواني الكرام، من غير هاد الكوميديا اللي دار. التصريحات الخطيره اش قال فيها؟ قال فيها اولا لقيت انا قال الجزائر لا تتحدث
نيابة عن البوليزاريو. وهذا أكبر خرطي تقدر تسمعه من سفير جزائري في واشنطن. نقدر نقول أن هذا الخرطي هذا أكثر من الخرطي ديال أن الجزائر سينات واحد الوثيقة مع أمريكان في 1795 و75 أو مازال رجع اللوروا. هذا خرطي أكبر لأنه الجزائر هي البوليزاريو، ولأنه احنا سمعنا عطاف مؤخرا، وانا درت قراءة بين السطور الكلام ديال عطاف لأنه دابا وليت بكل تواضع خبير في الخرطي الجزائري. الكلام اللي قال عطاف مسألة الوساطة هي هروب من المواجهة الحقيقية، أنكم طرف في النزاع. دابا هما كيقولوا في الميريكان وسط ميريكان احنا ماشي طرف في النزاع، احنا ما بغيناش نهضروا مع المغرب، احنا لا نتحدث نيابة عن البوليزاريو. واش هادشي كيعني أن المغرب يمكن لا يتكلم فقط مع البوليزاريو. هادشي كيعني أنه اللي خصو يجلس، اللي خصو يتفاوض ماشي الجزائر. خليونا كنديروا الفتنة، خليونا كنمولوا البوليزاريو، خليونا كنساعدوا البوليزاريو، خليونا كنسلحوا البوليزاريو، ولكن احنا ماشي طرف في النزاع، احنا فقط وسيط. واخا وسيط احنا ما غنجلسوش مع المغرب لأنه الجزائر لا تتحدث نيابة عن البوليزاريو. كاين شي خرطي اكثر من هذا؟ ما كاينش بطبيعة الحال. ندخلوا هذا الخرطي ونزيدوا على 1765 والمعاهدة اللي سينات الجزائر بطبيعة الحال. الحاجة الخطيرة اللي قال إخواني الكرام وانا قيتها، ودي أخطر حاجة، فين قيتها هي قال لدينا مئات الآلاف من اللاجئين. الخرطي الأول مئات الآلاف من اللاجئين ما كايناش، ولكن القضية الكلاخ اللي كيقتلهم هو أنه قال من سكان الساحل. وهذا إخواني الكرام اعتراف خطير جدا. كي تنظن أن بوغادوم إلا رجع للجزائر خص المحاسبة ديالو. ما كنتمناش ليه السجن بطبيعة الحال، ما كنتمناش ليه النفي، ما كنتمناش ليه، وفي نفس الوقت كنتمنى ليه كل شيء هذا الشيء، ولكن ماشي أنا اللي غادي نحاكمه ولا نحاسبه. إنما هذا الكلام اللي قال راه كيشد النظام العسكري الجزائري متلبس بأنه اللاجئين اللي كاينين في تيندوف ماشي صحراويين. هو قالها، ومن بعد أنا إلا بغيتوا نقدموا لكم هذا التصريح هذا اللي قال لدينا مئات الآلاف من اللاجئين من سكان الساحل. بقى شي حاجة خصها تقال مراد الهضرة؟ لا، ما بقى حتى شي حاجة خصها تقال. دابا ندخلوا إخواني الكرام الموضوع ديالنا. حتى تقولوا لي حتى باقي ما دخلتيش الموضوع. لا، لأنه الموضوع هو موضوع مهم جدا، هو تقرير، لأنه هذا الموضوع يقرأ، وهذه النقاط هذه خصني نقراها إخواني الكرام، مهمة جدا بالنسبة للمغاربة ودير بشرى خير باش خوتي المغاربة تعرفوا بأنه الانتصارات اللي بالك المغرب تيحصدها، السوفت باور ديال كرة القدم، ديال السياحة المغربية، الطريقة كيفاش الدبلوماسية المغربية كتحاول أنها تهضر مع جميع الفرقاء بواحد اللغة اللي كل واحد كيفهمها. بحال دابا إلا مشات المغرب البوركينا فاسو كتهضر معهم بالطريقة ديالهم اللي غيفهموها واللي غيرحبوا بها، مع السنغال، مع موريتانيا، مع أي واحد. وهذه نوع من الذكاء الاستراتيجي اللي فيه واحد الرؤية، وهذه الرؤية تتسمى 2035. فإخواني الكرام، هناك 2035 كعنوان صعود مرعب يفجر خوف الجزائر، اللي ما كانش حاسب عليه الحساب. ولا نطرحوا واحد التساؤل، المغرب 2035 واش غادي يولي فعلا قوة محورية؟ وهذا تقرير دار إخواني الكرام كيفجر ميزان إفريقيا. كمقدمة، المغرب اليوم ما بقاش كيهضروا عليه كبلاد صعيد، البلدان الصعيدة إميرجون. كاين خبراء منهم ياسمينة أسرارقيس، ياسمينة أسرارقيس. بغيتكم تقيدوا هذا الاسم إخواني الكرام، وبغيتكم تمشيوا تشوفوا. أنا غنعطيكم الاسم ديال البرنامج بالنسبة للناس اللي كيبغيو يتفرجوا في البرامج باللغة الفرنسية. غنعطيكم دابا واحد الهدية زوينة، لأنه تنظن أن قليل اللي شاف هذا البرنامج. أنا غنقول لكم بالضبط فين كاين، باش ملي تسالي الحلقات تمشيو تفرجوا فيه. البرنامج إخواني الكرام قيدوا عندكم في
RFI سميت العنوان ديالو بوركوا لا هذا العنوان ديال الصوره بوركوا اون تيل انفلونس، ولكن السميه ديال العنوان ديال البرنامج ياسمينة أسترارغيس لو ماروك اون ديبلوماسي كي سي بارلي ا تو الموند. القناه RFI. دخلنا عليكم بالله اخواني الكرام، سمعوا لخوكم فيصل ملي تسالي الحلقه تيسالي البث، تفرجوا في هذا البرنامج راه فيه 40 دقيقه 54. انا غنعطيكم دابا النقاط المحوريه ديالو، ولكن سيروا تفرجوا وشوفوا تبارك الله هاد الغزاله المغربيه، هاد المثقفه. انا كان ناشد الدوله المغربيه، تنظن بان غيكون عندها شي حاجه في السلك الدبلوماسي المغربي، وخصوصا انا بغيت هاد السيده هذه تكون في من الناس اللي ماشي غير داخلين لهذا المشروع 2035، من الدواعم الاساسيه ديال هذا المشروع، ويكون عندها واحد المنصب في الدبلوماسيه المغربيه. تنتمنى ان سيده تبارك الله ثقافه عاليه كتعرف ترد، ولكن الحاجه اللي عجبتني هي ديك الهيبه ديال الامبراطوريه المغربيه. فاش الفرنسي كيسولها وكيحاول يصغر من المملكه المغربيه كتعطيه على ودنيه، ملي كيدير شي مقارنه بين فرنسا وبين المغرب كتعطيه على ودنيه، وكتقول لي راه المغرب ديال اليوم ماشي هو المغرب ديال غدا. الا عندك ما تعطيني المغرب مرحبا، الا ما عندكش ما تعطيني المغرب غادي يختار ما هو احسن منك. تفرجوا في هذا البرنامج، الله يجازيكم بخير. فنكملوا اخواني الكرام. وانا صراحه اليوم فين تعرفت على هذه السيده والله ما كنت كنعرفها، وما بيني وبينها حتى شي صيله ما كنعرف عليها والو، لكن صراحه فاجاتني. وتنتمنى ان المغاربه هاد الناس هادو هاد النوع ديال الكفاءات ما نضيعوهمش ما يخدموش في جهه اخرى من غير المغرب اخواني الكرام. اليوم على حسب التقرير اللي دارته ياسمينة أسترارغيس، اللي ولا كيسولوا واحد السؤال خطير: واش المغرب غادي يتحول لقوه محوريه في افريقيا 2035؟ علاش هذا السؤال اللي سؤال ثقيل بطبيعه الحال، حيت القوه المحوريه ماشي مجرد اقتصاد قوي اخواني الكرام، هادشي ديما كنتكلموا عليه. هي دوله كتولي مركز الثقل بطبيعه الحال، اللي كيتجمعوا فيه طرق التجاره. هنا كنتفكروا الصين وكنتفكروا طريق الحرير، فالمغرب بامكانه انه يدير طريق الحرير خاصه به. الطاقه الدبلوماسيه وحتى الامن اخواني الكرام، والمجال الامني راه تنضلوا نتكلموا عليه، واهميه ديال المجال الامني الملف الامني، وكيفاش انه المغرب بزاف ديال الصراعات ديالو الدبلوماسيه قدر انه يحسمها بالملف الامني وبصندوق المعلومات اللي عنده. المغرب من 2005 ل 2025 دار قفزه اللي حتى الدول المتقدمه ما قدروش يديروها في 20 سنه. تحيه لجلاله الملك محمد السادس، تحية احترام وتقدير. الانبثاق الاقتصادي اخواني الكرام، الاسس اللي بنات القوه الجديده، وهنا دخلنا في صلب التقرير ودخلنا المسكي. اولا البنيه التحتيه كتسابق الزمن. ميناء طنجة المتوسط الاول افريقيا داخل توب 20 عالميا الحمد لله. الناظور ويست ميد المشروع اللي غادي يقلب المتوسط. تي جي في المغرب هو البلد الافريقي الوحيد اللي داروا، وكنعرفوا الاهميه ديال التي جي في. مطارات عالميه، كازا، مراكش، الرباط. مناطق صناعيه، القنيطره، طنجة، الناظور، كازا، كلها بواقعيه كتسابق اوروبا الشرقيه. تنوع صناعي ولد بسرعه غير طبيعيه. السيارات رقم 1 افريقيا، بدينا كننافسوا حتى دول اوروبيه وحيدنا لهم بزاف ديال لي موديل. الطيران، الالكترونيات، الطاقات المتجدده، نور ورزازات، اللوجيستيك والتوزيع. موقع استراتيجي كيرعى بالجيران اخواني الكرام. وحنا دائما نتكلم عن الموقع الاستراتيجي، ولكن الا ما كانش هناك واحد النوع من الاستقرار، واحد النوع من الانتليجنسيه، فواخا يكون عندك افضل موقع استراتيجي ما يمكنش لك تستغله. ولكن المغرب كارفور واستغل هذا الكارفور، وبطبيعه الحال من هنا لقدام غيولي ان بيفو ما يقدرش العالم ماشي يتخلى عليه، ولكن ما يقدرش العالم يتخطاه. كنتفكروا داك الشيء اللي وقع في البحر الاحمر وفي باب المندب، المشاكل ديال شكون هما هذوك الحوثيين، الموانئ اللي تعطلات، الطرق التجاريه اللي تعطلات، وكيفاش انه المغرب
غاس الطونجيميت قدر أنه يحرر العالم من واحد من نوع من الاختناق. وهنا فين بان بأنه المغرب فعلا كارفور اقتصادي لا غنى عنه، ولكن لأنه كاين هناك مؤهلات، ومن ضمن المؤهلات الموانئ بطبيعة الحال، ولكن أهم شيء هو الأمن والاستقرار. الطاقات المتجددة كما قلنا اللوجستيك والتوزيع موقع استراتيجي كيرعب الجيران. المغرب واقف في نقطة ذهبية، نقطة الارتكاز. أوروبا إفريقيا الأطلسي إخواني الكرام، هذا الشيء هو اللي مخلي بزاف ديال القوى عالمية محتاجة للمغرب، ماشي المغرب اللي محتاجين هما للمغرب. شنو هي القوة المحورية وعلاش المغرب مرشح طبيعي؟ القوة المحورية بويسونس بيفو هي اللي تبنت عليها الاستراتيجية والدراسة ديال 2035. دولة عندها القدرة تربط توسط وتجمع المصالح في جهة كاملة. المغرب مرشح يكون هذه الدولة لسبب بسيط إخواني الكرام. ما تنساوش تبارطاجيو الحلقة لأنه حلقة جد مهمة، وأنا تنتكلم والبت خدام. الله يجزيكم بخير، شاركوا الحلقة وما تنساوش لايك والتعليق. الله يجزيكم بخير. بوابة إفريقيا لأوروبا، استقرار سياسي نادر، استقرار سياسي نادر، استقرار سياسي نادر. هذه ما غاديش نمل أنني نردها، لأنه هي من وحدة من الأسباب اللي كتخلي الخيرات كلها تجي للبلاد. إلا ما كانش الاستقرار السياسي، مؤسسات قوية، مؤسسات مستقرة ضامن لهذا الاستقرار بعد الله سبحانه وتعالى هو جلالة الملك محمد السادس، الله يأيده والله ينصره، فراه ما غادي تكون حتى شي حاجة. بوابة إفريقيا لأوروبا، استقرار سياسي نادر، حضور قوي في غرب إفريقيا، رؤية استراتيجية ملكية طويلة المدى. كمثال بسيط القوة دابا الصاعدة الكروية، كنهضروا على السوفت باور ديال كرة القدم. الجوائز شفتوا كيفاش في الجوائز ديال الكاف المغرب حصد جميع الجوائز. واش تظنوا ان هذا الشيء عنده علاقة بالجلدة، بالكرة اللي منفوخة بالبرد، ولا بقوة ناعمة صاعدة ترعب الخصوم؟ بلا ما نزيد نقول نقاط القوة. علاش المغرب غادي في اتجاه الصحيح إخواني الكرام؟ أولا كما قلنا الاستقرار السياسي قليل في العالم وأندر في إفريقيا استقرار سياسي فيها تقريبا نادر. رؤية ملكية دامت 20 سنة ورؤية سديدة. مشاريع ما كدوش من البرلمان، كدوز من رؤية الملك. وهنا كنهضروا على الحقائب وكنهضروا على الملفات الاستراتيجية. اختراق دبلوماسي إفريقي، السفارات، الشراكات إفريقية الغربية، تحرك غير مسبوق. دينامية اقتصادية، هيدروجين أخضر، تصنيع عسكري، اقتصاد رقمي. المغرب داخل الجيل الجديد إن شاء الله. تحديات إخواني الكرام اللي كاينين في هذا المشروع 2035 اللي ممكن تشد البلاد: رأس المال البشري، التعليم والمهن الدقيقة، خاص تكون هناك واحد النوع من الثورة. الماء والتغيير المناخي، المغرب خاصو يمشي لتحلية المياه بحجم أكبر ولكن بسرعة فائقة. القطاع غير المهيكل، ثلث الاقتصاد برا النظام. فجوة التخطيط والتنفيذ، أكبر نقطة ضعف المشاريع كتقرر بسرعة ولكن كتنفذ ببطء. وهنا كنشوفوا داك الشرخ اللي كاين إخواني الكرام بين الاستراتيجيات الملكية والتشريع الحكومي، وكيفاش أنه الأحزاب ما كتقومش بالدور ديالها. وهذا نقاش كررناه شحال من مرة في هذه القناة هذه. الفرص الذهبية قبل 2035، الطاقة النظيفة. المغرب مرشح يكون خزان الطاقة الخضراء ديال أوروبا إخواني الكرام. خط غاز نيجيريا المغرب، أكبر مشروع إفريقي في التاريخ، غادي يعطي للمغرب قوة طاقية وسياسية خطيرة، منصة صناعية عالمية. الشركات كتهرب من آسيا وإفريقيا، وإحنا شفنا الصين مؤخرا هي تتجه للمغرب، وإفريقيا هي الوجهة، ولكن المغرب أول مرشح. علاش المغرب أول مرشح؟ نظرا لبنية تحتية مجهزة ولوجستيكية دقيقة، وكتحاول ولا حاولات وعرفات النوعية ديال المشاريع اللي خصها تجي، ووجدت لها كل شيء من أ تال زد. السيناريوهات فين غادي نوصلوا في 2035 إن شاء الله. السيناريو الإيجابي إخواني الكرام هي نعطيو واحد عنوان ديال القفزة الكبرى. المغرب إن شاء الله غادي يتحول رسميا لقوة محورية، مركز صناعي، لاعب سياسي كبير، منصة تجارة إفريقيا أوروبا، قوة دبلوماسية مستقرة. شرط النجاح إصلاح التعليم،
الرقمنه والنجاح في دخول هذا الميدان بواحد القوه كبيره بزاف تنافسيه، وتخفيف البيروقراطيه. وكذلك اخواني الكرام هذه من عندي، ما كايناش ما تقالش في سميتو الفساد، الرشوه، باك صاحبي، الرجل المناسب في المكان المناسب. باش المشروع ديال 2035 ماشي الملك اللي ينجحوا، ماشي الحقائب الملكيه اللي تنجحوا، المغاربه كلهم اللي ينجحوه، وهذا شرط. كاين سيناريو متوسط وكاين خلاصه القرار النهائي عند المغرب. ما غنقراش لكم السيناريو المتوسط وما غنقراش لكم السيناريو السلبي، لانه المغرب كما قال الحسن الثاني الله يرحمه النجاح مفروض عليه، والمغرب خصو تفوق، والمغربي خصو تفوق. يعني السيناريوهات السلبيه والمتوسطه ما عندنا ما نديرو بهم، وانا بالنسبه لي ما غنقراهمش. نحافظوا على النقطه الايجابيه. الخلاصه اخواني الكرام اللي غنختموا بهذه الحلقه وهذا البث، المغرب قادر يكون قوه محوريه، عنده الاسس وعنده الاستقرار وعنده الرؤيه السديده بقياده جلاله الملك، ولكن النجاح مربوط بثلاث مفاتيح: اصلاح التعليم والمهارات، تحسين فعاليه الدوله، تنفيذ المشاريع، تسريع التحول الصناعي والطاقي والرقمي. اذا تزاد ولا الى تحققت الثلاث شروط، المغرب 2035 نقولها بشويه غادي يكون قوه محوريه بطبيعه الحال بلا نقاش. تبارك الله عليكم اخواني الكرام، شكرا لمتابعتكم البث من الاول حتى الاخر. كنشكر الاخوان اللي كيسهروا على نجاح البث، الناس اللي عندهم الكلامونات، تحيه من القلب من اخوكم فيصل، واستمروا على العمل ديالكم. وكنشكر كل المتابعين الاوفياء اللي دابا باركين كيبارطاجيو في الحلقه وعارفين انها خصها توصل اكبر عدد من المشاهدين. شكرا على اللايك، وشكرا على التعليقات، وشكرا على كل شيء اخواني الكرام. غير الحضور ديالكم فقط فهو هديه المحتوى وصانع المحتوى اللي هو العبد الضعيف فيصل الابراهيمي. تبارك الله عليكم. موعدنا في بث جديد غدا ان شاء الله. تحياتي لكم، عاش المغرب ولا عاش من خانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.